السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى وأجمل اخوات في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض الكشري المصري على أصوله. يلا بينا نبدأ في الوصفة. معايا ربع كيلو من العدس بجبة، 4 حبات من البصل يكون متقطع حلقات رفيعة، وكيس مكرونة سباكيتي، وكيس مكرونة مرمرية، وربع كيلو حمص يكون منقوع قبلها بليلة علشان يسهل معانا عملية السلق ان شاء الله. واول حاجة هنبدأ نسلق كل المكونات ديت اللي هي العدس والمكرونة والحمص. وبعد كده معايا زيت غزير جدا، هبدأ انزل بكمية البصل. اهم حاجة يكون الزيت سخن جدا وانتي بتحطي البصل عشان يطلع معاكي كريسبي. وبعد كده ايدي فيه بس بهوش واروح اعمل حاجة تانية، لا خليكي جنبه علشان ما يتحرقش منك، لان اكتر حاجة بتتحرق بسرعة هي البصل. طبعا ايدي فيه اول ما ياخد لون كده اخد بالي وابدا اللي انا اطلعه علشان ما يتحرقش منك بسرعه. وهنا هبدا اطلعه، ما شاء الله اللون جميل جدا اللهم بارك، وزي بتاع المحلات كريسبي بدون نشا وبدون اي اضافات، هيطلع معاكي زي ما احنا شايفين كده اللهم بارك. يلا بينا نعمل الرز. طبعا الزيت اللي احنا استخدمناه في تحمير البصل هنستخدمه في باقي الوصفه. هنزل بكميه من الزيت، وبعد كده معايا ربع كيلو من الشعريه هبدا اللي انا احمرها. اول ما يبقى لونها موحد هبدأ انزل بمعلقة من الثوم، واول ما اشم ريحة الثوم ابدأ انزل بالرز. وعشان الرز يبقى مفلفل معاكي لازم تشوحيه كويس جدا قبل ما تنزلي بالمية وتحطي الملح عليه. قبل برضو ما ننزل بالمية بتاعته المية تكون مغلية علشان يبقى مفلفل معاكي زي ما احنا هنشوف مع بعض ان شاء الله بإذن الله في الفيديو. هنا معايا معلقة من الملح، وهفضل اقلب فيه لغاية ما يبقى ناشف معايا خالص تماما من اي مية. ومعايا مرقة ماجي. وبعد ما شوحت الرز كويس جدا هبدأ ازوده بمية تكون مغلية. اول ما المية تغطي الرز كده خلاص تديله تقليبة، واول ما يغلي معاكي تروحي جايه مغطياه وسايباه على نار هادية يستوي براحته، هيبقى مفلفل وجميل معاكي ان شاء الله باذن الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم اللهم امين يا رب العالمين. هغطيه بقى وهدي عليه النار واسيبه على نار هادية جدا. وبعد كده معايا المكرونه ما شاء الله اتسلقت، هنبدا انزل عليها برضو معلقتين زيت عشان تفضل معاكي مفلفله. لازم تحطي عليها معلقتين الزيت وتقلبيها كويس. اول ما تصفيها من الميه هتحطي عليها ميه ساقعه، وبعد كده تحطي عليها الزيت. وبعد كده هنبدا نعمل في الصلصه. هحط كميه حلوه من الزيت زي ما احنا شايفين مع بعض، ومكعب من الزبده، وهحط معلقه توم. لو وصلت معايا لغاية هنا ما تنسيش الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وربنا يحسن ما بين ايدكم جميعا. وما تنسوش اللايك يا حبايب قلبي. معايا هنا معلقة من الصلصة. طبعا هحط الصلصة قبل الطماطم عشان المواد الحافظة اللي فيها. اديها تقليبة وبعد كده انزل بطماطم. احط الطماطم، طبعا الكمية دي ترجع لك انت زي ما انت عايزة. والبهارات عبارة عن ملح وفلفل وكمون ومعلقة من السكر، مش اكتر من كده. وتديها تقليبة وبعد كده تحطيها على نار هادية لغاية ما تتسبك. ولو لقيتيها تقيلة معاكي شوية هتروحي جايه مزوداها شوية شوية من المية. هنا ما شاء الله اللهم بارك الرز استوى معايا ومفلفل وجميل اللهم بارك. والثوم اللي احنا حطيناه بيديه طعم وريحة اللهم بارك، بتبقى ماشية يعني مع الكشري جميلة جدا، هتدعيلي من قلبك. هنعمل هنا زيت الشطة. معايا زيت يكون سخن، هنزل بشطة تكون الحمرة
ما عندكيش الشطة الفلفل الاحمر اللي هو الشطة ده، هتنزلي بمعلقتين من الشطة. طبعا تخلي بالك من الحته دي عشان يعني بتبقى صعبة شوية، الله المستعان. ومعايا معلقتين من الصلصة. اول ما الفلفل يدبل معاكي والصلصة تاخد لون زي ما احنا شايفين كده، هنزل بكبشتين من الطماطم اللي هي التسبيكة اللي احنا عملناها مع بعض، وهسيبها على النار دقيقتين واطفي عليها. يبقى احنا كده معانا الزيت الشطة ما شاء الله جميل جدا بدون اي اضافات. لو عايزة يبقى حامي قوي هتحطي معلقة برضو من الشطة، هتبقى حامية جدا. اخر حاجة هنعملها دقة الليمون، اسرع دقة ليمون هتعمليها ان شاء الله باذن الله. معايا معلقة صغيرة من الثوم المفروم، واربع ليمونات عصراهم وشايلة منهم البذر، ومعلقتين من الخل ومعلقتين من المية، وهدمج المكونات كويس جدا مع بعضها. وبعد كده هنحط معلقة كمون، معلقة ربع معلقة صغيرة اسفة، وربع معلقة ملح. وهنا معايا البصل والحمص والعدس بجبة، ما شاء الله اللهم بارك، الحاجة شكلها يفتح النفس. مين لسه ما صلاش على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ اللي لسه ما صلاش على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينزل يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الكومنتات. وهنا هنغرف الطبق. معايا اول حاجة هحطها الرز، وبعد كده المكرونة، واقدم الاكل بشكل جمالي كده، وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا. ولسه ما حطش اللايك يحط اللايك فضلا وليس امرا. وما تنسوش الاشتراك في القناة يا حبايبي. وبعد كده هحط العدس بجبة، وبعد كده الحمص وانزل بمعلقتين من الصلصة. بعد طبعا ما سيبناها تتسبك معانا، ولو لقيتيها تقيلة معاكي شوية هتروحي جايه مخففاها بشوية من المية، وتسيبيها تغلي، وبعد كده تبدأي تستخدميها. واخر حاجة نعملها اللي نحطها البصل الكريسبي الجميل اللي احنا عملناه مع بعض. وهنا اكون قدمت معاكم طبق كشري مصري اصيل. اتمنى يكون نال اعجابكم ان شاء الله باذن الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم، واشوفكم في وصفة جديدة وفيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوناش من دعواتكم يا حلوين. مع السلامة.